الأسرة التي يسميها الله عز وجل رحما هي أساس البقاء والاستمرار الديني للمسلمين في العالم وعبر التاريخ. ولذلك إذ غفل أعداء الإسلام عن هذا المعنى في مرحلة الاستعمار القديم فقد انتبهوا إليه اليوم. ولذلك وجدنا هذا الهجوم على الأسرة في العالم، خاصة الأسرة المسلمة، لأنهم علموا بالتجريب أن الإسلام يستمر رغم كل التحريفات، رغم كل الهجومات العسكرية والثقافية والعلمية والإعلامية، وهي هجومات رهيبة وأسلحة فتاكة مدمرة، لكن مع ذلك يبقى المسلمون مسلمين رغم انحرافهم، رغم ضلالهم، رغم اعوجاجهم، ثم يهبوا بعد ذلك هبة واحدة ويستيقظون. وجدوا أن العامل الوحيد الذي بقي لهم هو هذا المعنى، الأرحام، فوضعوا البرامج العالمية لتدمير مفهوم الرحم الشرعي وتشجيع النسل، لكن بغير الطريقة الشرعية. يحدون من النسل الحلال ويكسرون من النسل الحرام، يحدون من بناء العلاقات الشرعية المباحة المأذونة والمطلوبة، ويفتحون الباب للعلاقات الشرعية المحرمة المخربة المدمرة. فإذن هذه الأمور كلها هي التحديات الحقيقية للوجود الإسلامي المعاصر.